السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يا رب السنة دي تكون سنة خير وسعادة عليكم ورمضان كريم. اول حاجه كده، تعالوا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، الحاجات اللي انا بوريها لكم دي الحاجات بتاعت بنتي جوري اللي كانت موجوده عندي، يعني اللي انا كنت قايله لكم هوريها لكم يعني في الفيديو قبل كده. بس زي ما انتم شايفين بقى كده، اول حاجه هنبدا روتين بقى واستعداداتنا بقى لشهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. هبدا بقى طبعا ان انا اظبط الشقه بتاعتي ونستعد كده لرمضان، شهر الخير والسعاده ان شاء الله. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، اوضه النوم هظبطها. زي ما انتم شايفين كده بقى، كنت لسه بقى ما عملتش فيها اي حاجه خالص، فهبدا بقى ان انا اطبق كده البطانيه وافرشها على السرير واظبط كده. وطبعا فاتحه الشباك كده علشان يهوي الاوضه شويه، علشان ايه؟ يدخل يعني الشمس والهواء وكده زي ما انتم شايفين. فهخلص كده الاوضه وهظبطها. زي ما انتم شايفين كده بقى، بعد ما خلصتها بصوا كنست الارض وظبطت الارض خالص زي ما انتوا عارفين، يعني الروتين بتاعي اللي انا بعمله. طبعا طبقت البطانيه كده وحطيتها على جنب. عادي انا اوقات كتير مثلا بفردها على السرير، اوقات بطبقها وكده. عادي شويه كده وشويه كده يعني. بس ده شكل الاوضه اهي بعد ما خلصت خالص وظبطتها. طبعا هي مفيهاش حاجه يعني، يا دوب بس السرير بيتظبط كده وبيتروق. بتبان ان الاوضه ايه، متظبطه ومتروقه. وطبعا بمسح التسريحه عشان التراب وكده والحاجات اللي عليها. بس فده كان شكلها اهو بعد كده ما خلصتها. طبعا هقفل بقى الشباك علشان التراب وكده. وهعقم، يعني مش هعقم الأوضة، قصدي هعطر الأوضة، احط لها معطر وكده. بس وهقفلها وكده تكون يعني الأوضة خلاص خلصت. زي ما انتوا شايفين كده، هنا بقى كنت قفلت الشباك اهو، فتحت الستارة، فردتها كده عليه. بحب كده اظبط انا الأوضة يعني، وافرد الستارة كده بشكلها حلو. وده برواز كده كنت جايباه، علقته كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الوانه كده ماشية مع الالوان اللي في الأوضة اهي زي ما انتوا شايفين كده. حتى المفرش كمان اللي انا فرشاه في منه كده نفس الالوان برضو، فكان ماشي كده مع بعض، فكان شكله حلو. بس هنا بقى كده الاوضه هي شكلها حلو خالص اهي متظبطه. هقفلها بقى وادخل على حاجه تانية. هنا بقى كنت عندي غسيل زي ما انتوا شايفين كده، خلاص كنت طلعت شويه الغسيل اللي انا هنشرهم، وكنت بغسل بقى التانيين. فهبدا كده ان انا انشر الغسيل ده الاول حاجه، عشان طبعا المطبخ بايظ والحمام. عايزه اقول لكم تحت الرخامه عندي الماسوره بتاعه الحوض كانت بايظه، فمطلعه كل الحاجات اللي كانت تحت الحوض اللي محطوطه في الدولاب زي ما انتوا شايفين كده. علشان طبعا هغير ماسوره الحوض وكده، عشان ايه؟ كانت بتسرب ميه وكده، زي اللي هي اللي تحت دي هوريها لكم اهي. إيه شايفين بقى الماسوره دي كده؟ كانت بتسرب ميه على الحاجات وهي محطوطه وكده. فشلت بقى الحاجات لغايه ما اغيرها. فهغيرها وبعدين ايه، ابدا بقى ان انا ارص الحاجات تحت تاني واظبطها وامسح طبعا تحت وافرش المطبخ يعني واظبطه واخليه ايه، نضيف ما فيهوش حاجه. بس زي ما قلت لكم، اول حاجه ان انا هطلع الغسيل انشره عشان في غسيل تاني بره. لسه يعني في الغساله، ولسه في غسيل تاني عايز يتغسل زي ما انتم شايفين. حتى الحمام الغسيل موجود لسه في الارض اهو. فهخلص كده واظبط الدنيا. وطبعا هنا برضو هشيل الدفايه دي واكنس السجاده. طبعا انتوا عارفين ان انا حطاها كده عشان اللي داخل يعني من الباب وكده، والسجاده بتبقى فاتحه فبتتوسخ بسرعه. بس فهشيلها انفضها واظبط كده برضو الصاله كده. بصوا عايزه اوريكم بقى حاجه رمضان اهي، كل سنه وانتم طيبين يا رب. دي كنت الحاجات اللي انا كنت جايباها السنه اللي فاتت. طبعا ما جبتش عليها حاجات السنه دي غير بس فانوس لجوري بنتي. هبقى اوريهولكوا دلوقتي في الاخر كده، في اخر الفيديو استعداداتي بقى والحاجات اللي انا علقتها. هعلق كل الحاجات دي كده معاكم وهوريها لكم كده في الاخر. شكل الشقه بتاعتي هيكون عامل ازاي. زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها كنت جايباها من السنه اللي فاتت وشايلاها. بس هو الفانوس الحاجه الوحيده اللي انا جبتها لجوري. هوريهولكوا برضو في الاخر وكده. بس فانا بقى هبدا زي ما قلت لكم ان انا اخلص هنا واظبط كل حاجه، علشان لما اجي اعلق كده الحاجات تبقى الشقه مترتبه، ما يكونش يعني متكركبه وكده. وطبعا البرواز ده كان واقع كده من اللزق بتاعه فك. فهبدا بقى ان انا ارجعه مكانه تاني، علشان ايه؟ لما نعمل الحاجه زي ما قلت لكم تبقى متظبطه. هو طبعا كان ملزوق في المكان ده انا بوريه لكم، فهلزقه تاني كده واخلص بقى الدنيا بتاعتي كلها والركنه وكل حاجه واخليها تبقى نظيفه. بصوا بقى هنا انا كنت كده ظبطت اهو الركنه زي ما انتم شايفين، والحافظة موجودة. ودي طمطم كده بتاعت رمضان اهي، من ضمن برضو الحاجات بتاعت رمضان وكده. هبدأ برضو ان انا اظبطها كده، مكتوب عليها رمضان كريم اهي. ولابسة فستان ستان كده شكلها حلو برضو مش وحشة.
بس مش عارفة بُقّها كان معوج ليه كده. المهم بس هابدأ بقى إن أنا أضبّط واشيل الحاجات اللي مش محتاجاها، واحط بقى بدالها حاجة رمضان وكده. وطبعًا عندي رُكنة أهي متضبّطة، بس هاوريها لكم بقى إيه بعد ما خلّصت زينة رمضان وكده هتكون عاملة إزاي. بقى شكلها تحفة بصراحة، والبيت كده كان شكله حلو. طبعًا الغسيل أهو أنا نشرت الغسيل زي ما أنتم شايفين. كان الجو حلو كده، ما كانش يعني في شتا ولا حاجة. كان الجو حلو كده والشمس كانت طالعة، بس إحنا طبعًا كان الوقت اتأخر شوية، يعني كنا داخلين خلاص على قرب المغرب وكده، كانت الشمس خلاص بتروح. بس فده الغسيل بتاعي أهو زي ما شفتوا، نشرت كده وضبطت حالي، علشان طبعًا رمضان بكرة كل سنة وأنتم طيبين، عشان ما يكونش ورايا أي حاجة خالص. أبقى مضبطة الشقة بتاعتي وغسيل وكل حاجة، علشان طبعًا هتكون جوري معايا وأول سنة، فالموضوع هيبقى صعب شوية. هي طبعًا لسه صغيرة، فبتبقى محتاجاني على طول وكده، فعلى طول بابقى شايلاها. ف يعني إيه، قُلت أخلّص كل اللي ورايا علشان أبقى فاضية لها يعني بكرة، ما يبقاش بس ورايا حاجة غير إن أنا أعمل الفطار وكده. طبعًا هنا كنت باوريكم كده إن أنا خلاص خلّصت الغسيل والحمام بقى نضيف أهو، وحتى البلاستيكات اللي باطلّع فيها وكده ضبّطتها وحطيتها هنا، وكل حاجة بقت تمام. هنا بقى كنت بقى باوريكم إيه، بعد ما خلّصت بقى الشقة كلّها وفرشت الحاجات بقى بتاعة رمضان، الخُدّاديات وكده. بُصّوا بقى بصراحة كان شكلها جميل خالص. كل الخُدّاديات اللي عندي كده مكتوب عليها رمضان كريم أو صور خاصة برمضان أو حاجات كده، فكان شكلهم حلو. بُصّوا بقى دي الأشكال اللي عندي، طبعًا الأشكال دي كلّها زي ما قُلت لكم كنت جايباها من السنة اللي فاتت. كنت جايبة للخُدّاديات كلّها اللي عندي. بُصّوا بقى أشكالها أهي، برضه في حاجات كده مكتوب عليها رمضان كريم، وحاجات مرسوم عليها بوجي وطمطم، وحاجات مدفع رمضان والهلال والحاجات دي. فدول أهُمّة اللي كانوا عندي. طبعًا علّقت برضه فرع النور ده. بُصّوا أنا عامل كده بيدّي شكل حلو خالص وهو منوّر يعني. هاوريه لكم برضه وهو منوّر، بس أنا كده حبيت أفرّجكم إيه الحاجات يعني اللي أنا فرشتها كلّها. وبعد كده بقى هاطفّي النور خالص واشغّل لكم الحاجات دي. بصراحة عاملة جو حلو خالص في الشقة. طبعًا هنا برضه فرشت المفرش على الترابيزة وشِلت المفرش التاني، وعلّقت كده الحاجات دي زي ما أنتم شايفين. هي الحاجات دي خشب بس مدّية شكل حلو خالص كده. وده الفانوس بتاع جوري اللي أنتم شفتوه ده، اللي هو الحصان ده وجَرَر الهلال اللي قاعدة عليه العروسة، ده اللي أنا جِبته لها، هو ده عجبني فجِبت لها ده يعني. طبعًا بقى دي الصور والحاجات بتاعة السنة اللي فاتت زي ما قُلت لكم علّقتها كده. فرع نور برضه تاني كده عليه الهلال والنجمة، وهنا برضه صورة تانية أهي عليها برضه هلال ونجمة والفانوس وكده. ف وبرضه ده الفانوس بتاعي أنا بتاع السنة اللي فاتت. أنا كنت شايلة كل الحاجات زي ما قُلت لكم، يعني مش بابوّظ أي حاجة. فده الفانوس بتاعي بتاع السنة اللي فاتت أهو، برضه في شمعة كده من جوّه بتنوّر وبتطفي. بس ده شكل الأوضة كده بعد إيه ما ضبّطنا بقى حاجة رمضان. وبُصّوا بصراحة أجواء رمضان حلوة جدًا، بتدّي كده بهجة للشقة وحاجات حلوة. بُصّوا بقى كده الشكل النهائي أهو لل للرُكنة عندي. هنا طبعًا برّه في الصالة وكده حطيت دي برضه بتغني وبتقول وحوي وحوي رمضان كريم، ده المشترك برضه كنت حاطاه كده عشان باحط فيه النور فرعين نور كده. وبصوا بقى الميداليتين دولة، واحدة كده عليها بوجي، واحدة عليها مش عارفة مين التانية دي، بس هما برضه بتوع رمضان وكده. وبرضه الصورة دي حطيتها هنا. عايزة اقول لكم ان انا ما لزقتهمش في الحيطة، لا انا لزقتهم في الحيطة، بس كان كل شوية بيقعوا من الحيطة، معرفش ليه اللزق مش بيلزق جامد فيها. فرحت جاي حطاهم كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وعلّقت هنا برضه الفرع النجوم ده. وده طبعًا فرع برضه بيدّي نور كده ملوّن، هيبقى شكله حلو خالص. تعالوا بقى أوريه لكم بعد ما أخلّص.